السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف الرابع الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنشرح درس جديد بعنوان علامات رفع الفاعل. طبعا احنا خدنا في الفيديو اللي فات ان الفاعل ده اللي قام بالفعل، تمام، او اتصف به، قلنا بنسأل عنه بمين او بمن، تمام. يعني مثلا اقول لك مين اللي عمل الفعل، يعني مثلا ذهب الولد، مين اللي ذهب؟ الولد، يبقى على طول الولد ده ايه؟ هو الفاعل، تمام. طيب، عندك العلامات 3 علامات، زي برضو المبتدا والخبر برضو 3 علامات. عندنا الضمه، عندنا الالف، عندنا الواو. امتى الضمه؟ خدناها الحصه اللي فاتت وخدناها برضو في المبتدا والخبر، انه لما بيبقى مفرد، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، يبقى ساعتها نقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، تمام. طيب امتى بيرفع بالالف؟ لما بيبقى مثنى، زيه زي المبتدا والخبر بالظبط، مفيش اي حاجه جديده. طيب امتى بيرفع بالواو؟ لما بيبقى جمع مذكر سالم. جمع ايه؟ مذكر سالم. طيب، زي ايه بقى؟ امثله كده مثلا، تمام. الدرس ده عامل زي ما يكون، يعني هو اخر درس في المنهج، وعامل زي ما يكون مراجعه على كل الدروس اللي فاتت، تمام. فقال لك يسعى المجتهد. المجتهد هنا عندنا ده يبقى فاعل مرفوع بالضمه طبعا لانه مفرد. اخلص المعلمون، ساعتها هنا تبقى بالواو لانه طبعا جمع مذكر سالم، يبقى اول واحده ضمه، التانيه واو. الجنود هنا جمع تكسير، يبقى ايه؟ ضمه. الفتيات ضمه برضو، تمام. وهكذا. يبقى تاني الفاعل ده اللي قام بالفعل او اللي عمل الفعل، لينا 3 علامات: ضمه، الف، واو. امتى الضمه؟ لما يبقى مفرد، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. الالف امتى؟ لما بيبقى مثنى. الواو امتى؟ لما بيبقى مذكر سالم، تمام. طيب بعد كده عندنا هنا اللي هو الحل. تعالوا نحل مع بعض كده. عندنا اول حاجة عايزين نوع الفاعل وعايزين علامة اعرابه. يلقي الاطفال القمامة. يلقي مين؟ الاطفال، يبقى الاطفال ده الفاعل. نوعه ايه؟ اللي هو جمع تكسير. النوع هنا يا جماعة اللي هو مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع تكسير. طيب علامة رفع الفاعل ايه؟ الجمع تكسير اللي هو الضم. تتألم الحيوانات الجريحة. الحيوانات مين اللي بتتألم؟ الحيوانات، يبقى دي نوعها ايه؟ جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم. طيب علامة اعرابها ايه؟ الضمة برضه. طيب بعد كده قاوم الاحتلال المصريون. هنا بقى في ساعات ممكن يعكس، يعني مش بعد الفعل على طول بيجي الفاعل، ممكن يجي حاجة تانية. طيب مين اللي قاوم؟ المصريون. قاوموا مين؟ الاحتلال، يبقى قاوم المصريون الاحتلال. طيب المصريون دي نوعها ايه؟ جمع مذكر سالم. طيب وانا برفع الجمع المذكر السالم بايه؟ بالواو، تمام. طيب دخل التلميذان الفصل. مين اللي دخل؟ التلميذان، يبقى ساعتها التلميذان هنا، طبعا احنا بنكتب هنا النوع مش بنكتب الكلمة تاني. هنا نوعها مثنى. طيب علامة رفع المثنى الألف، تمام. مش هي فيها ألف تبقى علامة رفع على ألف. هنا مش فيها واو يبقى جمع مذكر بالواو، تمام. يسعى المخلص في عمله. ومين اللي بيسعى؟ المخلص. ده نوعه مفرد، اعرابه ايه؟ ضمه، تمام. بعد كده تفتح الوردتان. مين اللي بتتفتح؟ الوردتان. دي نوعها ايه؟ مثنى. علامة اعراب المثنى الالف، يبقى اقول بتاع ده فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى. اتقن العمال عملهم. مين اللي اتقن؟ العمال، تمام. يبقى ده ايه؟ فاعل، نوعه جمع تكسير. جمع ايه؟ تكسير. واللي مش عارف ايه هو جمع التكسير يرجع للفيديو بتاعي اللي هو بعنوان انواع الجموع، ده شارحين فيه الجمع المذكر السالم والمؤنث السالم والتكسير.
طيب بعد كده الجمع تكسير بيرفع بالضمة. نجح المجتهد، مين اللي نجح؟ المجتهد. طيب ده مفرد، علامة اعرابه ايه؟ الضمة. تمام. يزور السائحون الأقصر، عندنا هنا مين اللي بيزور؟ السائحون، نوعه جمع مذكر سالم، علامة اعرابه واو طبعا. يتنافس اللاعبان، اللاعبان دي مين اللي بيتنافس؟ اللاعبان، نوعه مثنى، علامة اعراب المثنى ايه؟ الالف. تمام. يبقى تاني مراجعة سريعة كده على علامات رفع المبتدأ. قلنا مين علامات رفع الفاعل زيه زي المبتدأ والخبر، اللي هو ضمة ألف واو. امتى الضمة زي المبتدأ والخبر؟ لما بيبقى مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. تمام. امتى بيبقى الألف؟ زي المبتدأ والخبر اللي هو لما بيبقى مثنى. امتى بيبقى الواو؟ لما بيبقى جمع مذكر سالم، زيه برضه زي المبتدا والخبر، كان الجمع المذكر السالم بيرفع بالواو. تمام. طيب الفاعل اطلعه ازاي؟ بسأل عن مين او من اللي قام بالفعل. تمام. يعني مين اللي ذهب، مين اللي ذاكر، مين اللي عمل، مش عارفه كده الكلام ده. وزي ما خدنا في الامثله اهو عندنا في كل الأمثلة دي، مثلا يلقي الأطفال القمام، مين اللي بيلقي؟ الأطفال، فساعتها يبقى هما الفعل، وهكذا. ونشوف بقى نوعهم ايه وعلامة الإعراب بتاعتهم ايه. تمام. طبعا هو درس من الدروس السهلة، ويعتبر مراجعة على الدروس اللي قبلها يعني وكده، او يعني مفهوش اي جديد، زيه زي المبتدا والخبر بالظبط. فما فيش اي يعني صعوبة في الدرس ده خالص. الجملة الفعلية سواء كانت فعل او فاعل ما فيهاش اي صعوبة. برضو نفس الكلام الجملة الاسمية. كل الفيديوهات طبعا هتلاقوها نازلة على القناة. وده اخر فيديو لينا في الصف الرابع الابتدائي، او اخر فيديو لقواعد النحو. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.